هو ينفع مريض السكر يصوم رمضان؟ ده اللي هنعرفه النهارده، ودي الحلقه رقم 3 من سلسله رمضان متوازن. الاول نسال كام سؤال كده، زي مثلا هل انت مريض سكر نوع اول ولا نوع تاني؟ ولو انت مريض سكر نوع تاني هل بتاخد انسولين ولا السكر بتسيطر عليه بالادويه بس؟ قولا واحدا، مريض السكر اللي بياخد انسولين ما ينفعش انه يصوم لاسباب كتير، اهمها طبعا انه بياخد جرعه انسولين قبل ما ينام. الجرعه دي ممكن تعمله هبوط خلال فتره الصيام. وحتى مريض السكر اللي السكر بتظبط بالاقراص بس، برضه لازم نخلي بالنا من كام حاجه كده قبل ما ناخد قرار انه ينفع يصوم. اول حاجه عشان تقدر تصوم لازم يكون السكر التراكمي بتاعك اقل من 7.5، وطبعا التراكمي ده التحليل اللي بيوضح سكر الدم خلال اخر 3 شهور. وعشان تحدد اكتر هينفع تصوم ولا لا، جرب انك تصوم يوم واحد بس مع مجهود بدني قليل، وقيس السكر مرتين خلال اليوم. لو لقيت ان السكر بتاعك مظبوط كمل صيام. شويه نصايح بقى لو هينفع انك تصوم. اول حاجه طبعا بتغير مواعيد الادويه بتاعتك. الدواء كنت بتاخده الصبح قبل الفطار هتاخده وقت المغرب، والدواء اللي كنت بتاخده بالليل هتاخده وقت السحور. حاول تاخر ميعاد السحور على قد ما تقدر عشان تتجنب الهبوط خلال فتره الصيام. وطبعا هنعتمد على الاكل المشوي بدل المقلي، وخلي دايما اختيارك للدهون الصحيه في تحضير الاكل. اوعى تكسر صيامك على تمر او اي حاجه مسكره عشان الانسولين ما يعلاش فجاه، وبدل من كده اكسر صيامك على حاجه خفيفه، شوربه مثلا. وبعد كده ترتيب الاكل بتاعنا بيكون كالاتي: بتبدا بطبق السلطه مع نص كميه البروتين تقريبا، وبعد كده بتاخد باقي كميه البروتين مع الكارب اللي في الوجبه. الفاكهه طبعا بتكون بعد الاكل. اما بقى لو نفسك في حته حلويات فتقدر انك تاخد حته صغيره مره او مرتين في الاسبوع، ويكون بعد الوجبه الرئيسيه مباشره اللي هي وجبه الفطار. اعتمد على الكارب المعقد في الاكل بتاعك زي البليله والحبوب الكامله والشوفان. اوعى تنسى انك تقيس مستوى السكر بتاعك في الفتره ما بين الفطار والسحور، واول باول تتابع مستوى سكر الدم عندك. في شويه حاجات كده لو حصلت يبقى تقطع صيامك فورا ولازم تفطر، زي مثلا انك لو قست السكر بتاعك لقيته اقل من 70 او اعلى من 300. كمان لو حسيت برعشه او دوخه او عدم تركيز او هبوط بشكل عام لازم انك تفطر فورا وتوقف الصيام. ودي نهايه الحلقه الثالثه من سلسله رمضان متوازن. الحلقه الجايه ان شاء الله موجهه لكل الناس اللي بياخدوا فيتامينز ومكملات غذائيه ولحد دلوقتي مش عارفين يظبطوا المواعيد. واشوفكم على خير، باي باي.